في الوقت الذي تتسارع فيه الأركان السياسية وسط حرب إعلامية باردة، ظهر اليوم فخر جديد في مشهد صادم أمام نظرة العالم كله ليعانق بلدنا الحبيب الجزائر عنان السماء ويفقص الأعداء. لكن قبل البداية، إذا كنت مواطن جزائري حر ومتفق معنا على أن الشعب الجزائري يقف نصرة لفلسطين، فاستضغط من فضلك على إعجاب وتدعو لإخواننا بالنصر على الصهاينة ومن ساندهم من العرب المنافقين والصلاة والسلام على رسول الله. تداولت العديد من الصفحات الإعلامية العالمية الأوروبية والعربية صورة مميزة لطالب جامعي جزائري يدرس في جامعة لندن ببريطانيا، ويظهر الطالب الجزائري بجود عبد القادر، والذي ينحدر من عين صالح في الصورة أثناء تخرج هذا الفحل الجزائري من جامعة لندن. فعل شيئا أدهش العالم كله وصدم فيه القريب والبعيد، حيث ظهر الطالب الجزائري وهو يرافق والديه أثناء تخرجه من جامعة لندن. وكان والد الطالب يرتدي اللباس التقليدي الصحراوي الذي يعرف به الرجال في الصحراء الجزائرية. ونالت الصورة إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أشادوا بتمسك الطالب بجذوره وعاداته وافتخاره بوالديه في أرقى الجامعات البريطانية. ويتكون لباس الرجل الصحراوي من 3 قطع أساسية. إذا كنت جزائرياً مواطناً حراً، اكتب لنا في تعليق ما هي القطع التي يتكون منها اللباس الصحراوي الأصيل، وتحيا الجزائر بصحرائها الحرة.